مش ممكن كل واحد تسمع انه قال عليك كلمه تنشغل بيه وتضيع طاقتك وتبقى مرعوب لحسن يبوظ صورتي ولا صوره عيالي ولا ايا كان. اعمل اللي عليك، امشي عدل يحتار عدوك فيك، ولا تنشغل بكثرة الكلام ده، لأن الكلام ده مش هينتهي. شوف ربك يقول إيه: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. الأعداد كلها ما هو لما العقول تبقى فاضية الأعداد هتبقى فاضية من الكلام اللي ليه وزن. فيحصل إيه؟ يحصل إن بعد ما نخلص الكلام اللي ليه وزن نتكلم على البشر. فأنت اتقل ونزل أي حد تقيل عليك من على كتافك وكمل في حياتك، عشان أنت محتاج نفسيتك ومحتاج طاقتك. والله العظيم فعلا يا بنات مصطفى حسني ده بيقول كلام عين العقل بجد يعني. امشي عادل يحتار عدوك فيه، وفعلا نزل اي حد يكون تقيل على دماغك او على قلبك او على كتفك بمعنى اصح. وفعلا العقول الفاضيه اللي بتبقى موراش اي حاجه هي اللي بتبقى دايما قاعده على سيره الناس وعلى النميمه فيه. وفعلا اللي اتعود على حاجه واللي اعتاد على حاجه بص صعب اللي انت تخليه يتخلى عنها. يعني اللي اعتاد يقعد على سيره الناس ويجيب سيره الناس وعلى النميمه وبص بالكذب وبالصدق، صعب اللي انت تغيريه عن النمط ده حتى لو هو حاول مع نفسه، الا اذا من رحم ربي. لو حط التقوى والرضا في قلبه فعلا هيتغير. انما بصي مهما تحاولي يعني تسمعي تقولي لا كبري دماغك خالص. انا حطيت لكم والله العظيم عجبتني جدا وانا بنسمعها النهارده، قلت والله لازم نحط الحته ديت لاحبابي برضو، لعل واذا احنا كلنا بيمر على حياتنا حاجات زي ديت يا بنات. فعشان خاطر كده ما تنشغليش باي حاجه تزعلك او تمغص عليك حياتك. ومهما يحاولوا اللي قدامك يشوهوا صورتك او يشوهوا صوره ولادك او يحاولوا يقلدوكي، ولعلمك اللي بيقلدك ده عشان خاطر عارف اللي انت الصح وعارف اللي انت ماشيه صح. ساعات انت ممكن تزعلي تقولي ده بيعملوا كل حاجه زيي وبصوا له بيعملوا، لا بالعكس ده انت المفروض تفرحي لنفسك اللي انت بتعملي حاجه حلوه. لان دايما الشمعه اللي بتبقى منوره يا بنات في اي مكان دايما البص الانظار كلها بتبقى بصالها. انما مثلا لو حد قدامك بيعمل عادات سيئه او عادات مش كويسه، اذا كانت في تربيه ولاده واذا كانت في مظهره واذا كانت في بيته واذا كانت في معاملاته، اكيد انت ذات نفسك مش هتحاولي ان انت تقلديها. فعشان خاطر كده لا، انت المفروض تفرحي ان اللي قدامك بيقلدك وبيتعلم منك، عشان خاطر كده معنى كده اللي انت ماشيه صح واللي انت بتعمليه عين العقل. اول ما نبدا الكلام نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. اللهم اني ابرا من حولي وقوتي والجي الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين. امرايا اول مره تخشي قناه النهارده خشي خدي لك جوله بسيطه بس، مش هقول لك بقى في صفحي في كل الفيديوهات. باذن الله باذن الله هتعجبك. لو عجبتك اوعي تنسي الاشتراك وضغط على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل شعر فيديو انا بنزله. حبيباتي بقى اللي مستمرين معايا اللي منوريني واللي كومنتاتهم بتشجعني ان انا انزل لهم كل فيديو جميل، والبنات اللي لسه منوريني جداد اللي لسه بننزلوا بالكومنتات جداد، بجد والله العظيم بصوا فرحانه بيكم يعني مش قادره اقول لكم وصفه فرحي قد ايه. وقولوا لي بقى عاملين ايه في الصيام الايام ديت والتنظيفات برضو. بصراحه يا بنات الصيام ليه حل شويه، اليوم طويل بس ربنا بيقدر، وطبعا كل حاجه ربنا بيجازي على قد عملك. بس اليوم طويل والشغل كتير فالواحد بيحس بقى بإرهاق وهمدان في آخر اليوم. يعني دلوقتي انا منتج لكم الفيديو تمام، حاسه الواحد هبطان كأن كان ماشي مشوار على مسيرة اقول لكم 20 سنه. بس الحمد لله والله العظيم ساعه الصيام ده بصوا بتبقى جميله جدا، ساعه الفطار والايام الجميله الايام الخير الايام السعد والهنا والرضا والسعاده وكل حاجه حلوه. الايام اللي هلت علينا اللي احنا ماشيين فيها ديت لعلها ان شاء الله باذن الله تكون بخير وتكون ان شاء الله باذن الله. وعاوزه اقول لكم على حاجه يا بنات لازم تخلوا بالكم منها، صحتكم صحتكم صحتكم، صدقوني عن تجربه من الايمان. انا الفتره اللي فاتت ديت بص مرت عليا ما يعلم بقى الا ربنا، ما كنتش قادره نعمل اي حاجه ولا قادره حتى نقوم من مكاني، ولسه طبعا برضو يعني لسه العواقب موجوده في جسمي، بس الحمد لله ان الواحد حتى عرف ايه الاسباب. يعني اقول لكم كنت من ظهري كان بيوجعني وكنت بقول لكم بصوا خلاص كنت وصلت لحاله ما مش لاقيه حل اصلا اللي فيه. فالحمد لله طبعا عملت اشعه رنين على ظهري طلع فيها شويه بس خشونه في المفاصل وخلاص او في الرقبه، برضو اخدت علاج مفيش اي حاجه يعني اتحسنت يا دوبك. بس بنت رحت للدكتور تاني طلب مني اي تحليل كالسيوم وتحليل فيتامين د، فطبعا طلع بصوا النسبة بسيطة جدا ضئيلة، يعني يعتبر مفيش نسبة لا كالسيوم ولا فيتامين د في العظام اساسا. فده كل السبب اللي كان فيه الاعراض اللي كانت في جسمي. فعشان كده ما تهمليش نفسك، لو بتقومي همدانه لو بتبقي كسلانه لو ما تبقيش قادره تمشي لو نشر في اعصابك وجع في ظهرك وجع في ركابك الكلام ده كله حلل بس فيتامين د انا بقول لكم اهوت تمام. ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك وتاخدي علاج وتاخدي فيتامينات وتهتمي بنفسك شويه عشان تقدري تكملي مسيره حياتك ومسيره يومك. وبص الرحله اللي احنا ربنا حطينا فيها ان شاء الله باذن الله احنا قدها، وربنا يعطينا الصحه يا بنات كده ونقدروا
نقاومهم قصاد ولادنا وقصاد بيوتنا، لان فعلا محدش بيعمل لحد حاجه، محدش بيبص بص هقولك ايه، حتى لو انت تعبت ونمت وقمتي محدش هيحس بيكي، انت اذا كنت انت تعبانه او اذا كنت انت سليمه. فعشان خاطر كده اهتمي انت بنفسك، عشان خاطر ولادك وعشان خاطر بيتك وعشان خاطر برضه صحتك. انا حبيت بس يا بنات نقول لكم، والله انا قلت لازم يعني نقول للبنات، لان بصوا في بنات كتير بيشتكوا من ظهرهم، بيشتكوا من الام في مفاصلهم، بيشتكوا برضه من الاعراض دي كلها وهم مش حاطين في دماغهم، ونكشفوا كشوفات ويروحوا المخ واعصاب ويروحوا بطنه ويروحوا، يعني انا لفيت هقول لكم على قد ايه ما اقدرش. بص انا هقول لكم على حاجه، اي صوت تسمعوه دلوقتي في الفيديو اعملوا نفسكم ما انتوا سامعين، لان دلوقتي الولاد والله العظيم بجد عشان نمنتج لهم الفيديو قلت لهم روحوا استحموا، انتوا فاهمين؟ فطبعا بقى ايه اللي عمال يكب ميه على التاني واللي عمال كده، يعني نظام جوه. على ما نخلص تمنتج الفيديو هنخش نلاقي ربنا يقدرنا على اللي هنلاقيه. بس نعمل ايه عشان خاطر بس اللي انا نعرف نتكلم على الفيديو وما ننتبهش اليوم، لو ان برضو اللي انا منتج لكم الفيديو وداني معاهم يا بنات. يلا الحمد لله. بص بقى طبعا انا قلت لكم ان انا شلت السجاد والكلام ده كله، فبصراحه كان في يعني ضيف كان جاي له جوزي وكده، المهم ففرشت السجاد. قلت بقى ان انا نفرش السجاد عشان ما ينفعش يعني يخشوا السيراميك ينشال والكلام ده كله. فدلوقتي بقى اللي انا هنعمله اللي انا هنشفط كل السجاد مكان بقى ما كنا حاطين الضيافه والكلام ده كله، والولاد برضو بالليل لعبوا، وان شاء الله باذن الله شويه كده على اخر النهار برضو نلم بقى السجاد، عشان خاطر بقى يا بنات كده لسه فاضل ورايا تنظيف الانتريه وتنظيف الصاله وتنظيف اوضه النوم. وادعوا لي الحمد لله، يعني كان نفسي في حاجه ان شاء الله باذن الله، حاولت نعمل حاجه بسيطه فيها يا بنات او تغيير كده ان شاء الله باذن الله قبل العيد. بس انا طبعا مش هنحرق لكم يعني الحاجه اللي انا عملتها، هنزلها لكم في فيديو ان شاء الله باذن الله. وعايزه اقول لك على حاجه، لو انت حاسبه الحاجه ب 500 جنيه، الحاجة دلوقتي بتعمل 1500، يعني ال500 قصادهم 1000 قصادهم على طول. يعني الأسعار بصراحة فالحمد لله، بس واحدة واحدة، واللي انت نفسك فيها هتعمليه، بس أهم حاجة بالصبر والترتيب والنظام برضو، وتعملك ميزانية معينة وتحاولي تحطي هدف في دماغك قدامك عشان تقدري توصلي له. واحنا يا بنات كمصريين او كستات بيوت بنحب نغيروا اي حاجة كده، يعني في دخلة العيد بتحسي بتغيير، حتى لو مفرش بسيط فرشتها على سريرك، اي حاجة بسيطة في تغيير في بيتك بجد بتفرق في نفسيتك جدا وبتحسسك فعلا بفرحة العيد مع التنظيفات بقى مع الكلام ده كله. فربنا يقدر لنا الخير دايما ويجعل لنا الخير دايما قدامنا. بصوا بقى طبعا انا كنت جايبه سمك يا بنات من اللي هو المتلج، يعني ما كنتش جايبه لا بلوميطه ولا مش قصدي يعني مش بحاري، فاهمين؟ هو بحاري بس ده متلج. فقلت بقى ان شاء الله باذن الله هنضفه ونوضبه برضو عشان خاطر الفطار احنا صايمين، ونعمل جنبه بقى شوية رز، برضو شوية بتنجان بقى مخللين كده، شوية سلطة. دلوقتي هشوف الفطار معايا ان شاء الله بإذن الله. جنب برضو الغسالة ما كانت شغالة، فقلت يا بنات ان شاء الله بإذن الله نشارك معاكم الفيديو الجميل ده، وبرضو في نفس الوقت تحفيز وتحميس ليا وليكم ان شاء الله بإذن الله. طبعا الفيديو ده كان المفروض نزل لكم امبارح، لان الفيديو ده كان بتاع اول يوم ذو الحجة، تمام. بس طبعا يا بنات امبارح انا كنت بنجيب التحاليل بتاعتي وبنجيب العلاج بتاعي وبصي بتطلعي بره بقى وصيام، وتبقى ماشي اصلا ما انتش قادره تمشي وخلاص يعني، ولو انك بتبقى راكبه يعني مش هقول لك ان انا كنت رايحه امشي ابدا والله، بس الجسم خلاص بيبقى همدان وتعبان، وتيجي بقى عايزه منتج الفيديو ما انتش قادره، يا دوبك كده خدتي العلاج بتاعي ونمت يعني نمت، مش عارفه بقى هل هو من التعب الفتره اللي فاتت عشان ما كنتش بننام كويس في النوم بتاعي يعني، ولا ايه النظام. فقلت ان شاء الله باذن الله دلوقتي بقى صحيت تمام على ما فطرت برضو الولاد وعملت شويه حاجات ورايا كده، قلت باذن الله باذن الله نمنتج الفيديو ده عشان خاطر احبابي يلحقوا ان شاء الله باذن الله اللي هو ينزل لهم. ويا رب بس النت كده يكون يعني يشجعني ويشجعكم كمان على النزول بدري، يعني بصراحه النت يا بنات عندنا وخصوصا شبكه الاتصالات ديت فظيعه، اتصالات لا دوي، شبكة الويب بصراحة مش حلوة خالص خالص، حتى لما بنسأل أي حد لا في ناس كتير بتشتكي منها، فالحمد لله يعني. المهم أنا نضفت السمك يا بنات، وطبعا بننقعه في الدقيق يا بنات، الدقيق بيخليه أبيض معاكي، وبصي بينضف أي دم بقى في أي حاجة فيه ريحة زفارة، مع ليمونة كده تعصريها برضو عليه وسيبته بقى يتنقع فيه. طبعا ما بنحطش خل ولا ملح خالص على السمك، لما بنحط خل وملح يا بنات على السمك بيمور السمك، انتوا فاهمين قصدي، بيمورها بقى. فخلاص على كده هننضف بس الحوض بقى مكان التنظيف ومكان ريحة الزفارة بقى وتنظيف السمك وكده، ونعمل الدقة بتاعته برضو، نجهز كل حاجة جنب منه كده على جنب، الغسالة برضو ما هي شغالة ان شاء الله بإذن الله عشان خاطر نخلص عمايل الفطار تمام حبيباتي، او نجهز صينية السمك ونطلع على طول ننشر الغسيل بتاعي قبل المغرب ان شاء الله، قبل بقى الفطار، لان انا الواحد بيفطر من هنا يا بنات، حتى انا بنحط الفطار ونصلي المغرب الاول قبل ما نفطر، لاننا بنفطر وبنروح في عالم تاني بجد والله العظيم، بنحس بقى بحل والكلام ده كله.
فلازم نصلي المغرب الاول قبل ما نحط او ما نفطر يعني. فالحمد لله على كل شيء يا بنات. حتى والله الدكتور قال لي بلاش صيام الفترة ديت، فقلت يا عالم يا بنات الأيام الحلوة دي هتمر على مين؟ لأ أنا مش هسيب الأيام دي تعدي عليا كده، إن شاء الله بإذن الله ربنا هيقويني ويقدرني، والواحد يطلع حتى بحاجة تستفاد بيها في دنيته، وإن شاء الله برضه تقعد له كده في آخرته على الأيام المفترجة اللي اللي هلت علينا فعلا بالفعل ديت. لأ أنا مش هنعوضها، عشان خاطر الواحد بيزعل بقى بعد كده. يعني لو تبعت كلام الدكتور، أنا دلوقتي خليت مثلا النظام العلاجي يبقى بالليل بس، يعني ناخده مرة واحدة بالليل، وانا قلت له كده طبعا، فرتب لي بس الشهر ده ان شاء الله باذن الله ناخده بالليل، لان العلاج هيتكرر مره ومره. طبعا فصلت الفيديو عشان نشوف الحرب اللي شغاله جوه يا بنات، والله حرب شغاله جوه، ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب، امين يا رب العالمين. فالنهارده بقى ان شاء الله باذن الله هنعمل صينيه السمك كده باذن الله كده في بطاطس تمام، او منها برضو غموس، يعني بتبقى مطعمه بقى السمك يا بنات مع البطاطس، بتبقى جميله تحفه. وفي نفس الوقت بقى ايه، لا نقلي لا زيوت ولا الكلام ده كله، انتوا عارفين الصيام والمعده اصلا، فانا عايزه نخف من الكلام ده كله. وفي نفس الوقت يعني تالت حاجة برضو الولاد بيحبوا البطاطس جدا بالخضار، فانا قلت ان شاء الله باذن الله بدل ما نقلي النهارده بطاطس انا هنعملها كده تحت السمك صينيه كده جميله جدا. قطعت فلفل وقطعت طماطم وقطعت برضو بطاطس اهوت وبصل بقى، ونرطب بقى الصينيه. اكيد كلنا يا بنات بنعملوها، بص بتبقى مطعمه السمك، او السمك اللي بيبقى مطعم البطاطس، يعني تسيبك من السمك خالص وتاكلي البطاطس، وان شاء الله باذن الله يمكن النهارده الفكره تعجبك. لو انت دلوقتي قاعده ومحتاره وكسلانه ومش عارفه تعملي ايه لافطارك، قومي ان شاء الله باذن الله خدي الفكره دي ونفذيها عندك. بصي بتنفع معاكي في اي نوع من السمك، اي نوع يا بنات. بس انا هقول لكم يا بنات، انا من الناس والله بجد اللي بتحب السمك المتلج، اي نوع متلج، فاهمين؟ غير كمان اللي بيبقى جاي من البحاري في وقته، يعني انا بنحبه كل حاجه، بس بصراحه بنفضل اللي هو المتلج اكتر. وعلى فكره معلومات يعني صحيه فعلا، يعني اصح سمك اللي هو المتلج ده، لان بيبقى جاي مصدره من البحر. دلوقتي طبعا السمك البولت اللي هم بيقولوا عليه دلوقتي، المزارع بقى اشتغلت، وانتوا عارفين المزارع بتحط له ايه عشان خاطر ياكلوا الكلام ده كله. فبصراحه اضمن سمك دلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا فيه هو يا بنات السمك المتلج. غير بقى لو انت روحتي مثلا في اي مكان يكون فيه بقى بحر، يعني زي اسكندريه، المكان بقى اللي بيبقى فيه بحر يا بنات، تجيبي بقى الطاولات والسمك البحري كده بيبقى موجود على الطاوله، بيبقى جميل جدا. فبصراحه يعني ان شاء الله باذن الله يكون وقت معين كده هنروح بقى انا وجوزي، عشان تعرفين ان خلاص الصيف جه. فيا رب يا رب، يعني الله اعلم، مش قلت لكم انا ما بنحبش نقول الحاجه غير لما تنعمل باذن الله، لان لما بنقول الحاجه والله يا بنات انا يعني معوده نفسي على كده، لما نقول انا هنعمل حاجه كذا، وطبعا بنقدم المشيئة وكل شيء، بس ما بتحصلش، ما بنعملهاش. فبنحب الحاجة تبقى ايه، تمشي كده بتساهيل ربنا، انعملت انعملت، ما انعملتش خلاص ما فيش مشكلة. بس انا ما بنحبش بقى نتكلم ونقول انا هنعمل ونخلي والكلام ده كله، زي ما قلت لكم انا سايباها كده بتيسير ربنا. خلاص كده عملت بقى الدقة بتاعته وتبلته، وهنسيبه بقى التتبيلة بتاعته كده مع نفسه على ما نجهز بقى صينية البطاطس بتاعتي كده الموجودة عندي زي ما انتم شايفين اهوت. ادي مكوناتها موجودة يا بنات، جربيها ان شاء الله باذن الله هتعجبك جدا وهتعجب الولاد برضو، وفي نفس الوقت بتاخدش منك وقفة بقى في المطبخ، يعني انجاز، يعني فاهمين، اكله سهله كده وبسيطه ان شاء الله باذن الله، غير بقى ريحه الزيوت وريحه الدخان وريحه. حاولي بس يا بنات الانجاز في اليوم، يعني انت لما تمسكي يومك كده من اول النهار، لان فعلا فعلا البركه في البكور يا بنات، الصحيان بدري ديت شيء عظيم بيخليكي تنجزي كل اللي وراكي، حتى لو انت بايته من بالليل مثلا لا قدر الله، يعني لان فعلا فعلا لا قدر الله ما قدرتيش تنضفي مطبخك وتغسلي مطبخك كده وتسيبيه يعني بيت نظيف، اصحي من بدري، فاهمه؟ انجزي وقتك. فبجد الصحيان بدري ده شيء عظيم، بتحسي ان اليوم فيه بركه وفيه متعه ونشيطه، وفي نفس الوقت منظمه، وفي نفس الوقت ما انتش ضاغطه نفسك بكتر الشغل اللي انت فيه. فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. خلصت كده بقى نرتب كل الصينيه زي ما انتم شايفين كده يا بنات، فاهمين؟ يعني ايه، حاولي بقى تقدمي الاكل كده يعني بمنظر جميل كده، بحاجه شياكه كده، انت تبقي فرحانه بنفسك انت قدام نفسك وانت بتعملي الاكل كده و... والاكل طالع شكله جميل، لان فعلا فعلا العين بتاكل قبل الفم. وهقول لكم على حاجه كمان يا بنات، وقفه المطبخ ديت بتبقى كيف، يعني ساعه ما تبقى انت بقى متكيفه ومزاج عالي وحابه وقفه المطبخ، بتبدعي وبتطلعي احلى ما عندك، فاهمه؟ عكس بقى ما تبقي تعبانه وهمدانه. بس انا من الناس اللي حتى لو انا تعبانه وهمدانه يا بنات، والله بجد مش حته عشان خاطر نفسي، ما بنحبش نطلع مظهر اكل وحش او الحاجه تبقى وحشه، لا بجد، حتى لو الواحد بيبقى خلاص كسلان وتعبان ومش قادر، بنحاول على اقصى جهدي برضو نطلع الحاجه في معدل كويس مظبوط يعني. خلصت كده طبعا هما 4 سمكات يا بنات، فانا قلت ان شاء الله باذن الله ياما 3 كده كده صيام تمام،
وانتوا عارفين الصيام بقى هي طاقة واحدة أو وجبة واحدة وخلاص على كده، وسِبت بقى التانية كده مع وجبة تانية إن شاء الله بإذن الله نبقى نزوّد عليها، نشوي، نقلي، أي حاجة بقى تانية، بس ما حبيتش إن أنا نكتّر يا بنات، وحطيتها بس يا دوبك كده تغلي على الصينية أو الصينية تسخن على البوتاجاز قصدي، وبعد كده بقى ندخّلها الفرن تستوي معايا وخلاص على كده. وطلّعت برتقان كده بالجزر يا بنات اللي إحنا مفرّزينه مع بعض قبل رمضان، فاكرين؟ شُفتوا البركة بقى، الحمد لله يعني، الحمد لله. بس أنا كنت مفرّزة يعني كمية كبيرة، مش هاقول لكم إن أنا كنت مفرّزة حاجة بسيطة، لأ كمية البرتقان كانت عندي كتير، فعشان كده لسه بقى أهوّة يعني لسه مستمرة معايا لحد دلوقتي، فطلّعت بقى نعمل العصير بتاعي كده. عصير الجزر بالبرتقال ده جميل جدًا ومفيد جدًا، جدًا برضه يا بنات للجسم والنظر والكلام ده كلّته، وفيه فيتامين سي، فأنا بقى الأيام ديّة المفروض أنا نهتم بالحاجات ديّة يعني باللبن، بالكالسيوم، الحاجات بقى اللي بتزوّد الكالسيوم عندي شوية، لإن أنا بُص أنا كنت حاسة إن كان هيحصل لي حاجة والله العظيم في أعصابي الفترة اللي فاتت، الحمد لله يا رب، الحمد لله. طبعًا يا بنات أنا دلوقتي بنصفّيه في الصفاية اللي هي الواسعة، ليه بقى؟ لإن النسيج يا بنات والألياف اللي بتبقى في البرتقان أنا عايزاها تنزل، مش عايزة يعني لو أنتِ عملتيها بسم الله الرحمن الرحيم في الصفاية اللي هي الضيّقة مش بتنزّل بقى الألياف بتاعة البرتقان وكده، فأنا بصراحة بنعشق الألياف ديّة، لإن هي كل الفايدة أصلًا في الألياف اللي هي بتنزل ديّة، فعشان كده بنعملها في مصفى واسعة عشان نستفيد بيه، تمام حبيباتي؟ خلاص بقى في الوقت ده يا حبيباتي كنت أنا رُحت يعني أنا خلّصت فطار تمام حبيباتي، ورُحت كمان إيه، جِبت التحليل بتاعي وجيت. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا جاية بقى كده جِبت طحينة معايا وجِبت مخلل، جِبت الحاجات اللي كانت لازمة، لإن أنا بصراحة بنعشق حاجة اسمها طحينة جنب السمك وجنب اللحوم، بنحبها بجد. أنتم عارفين يا بنات ربع الطحينة دلوقتي ب50 جنيه، الربع والّا النُص إيمان؟ والله ما فاكرة، لأ النُص تقريبًا، أنا كنت بنجيب الربع ب15 يعني زاد 20 جنيه، زاد في النُص كده 20 جنيه. فالمهم جِبت نُص كيلو، جِبت نُص كيلو ب50 جنيه، وجيت بقى قليت بتنجان بس بصراحة من ورا الكاميرا بقى، يعني حطيت الطاسة على طول أول ما دخلت لإن خلاص كان المغرب فاضل عليه نُص ساعة بالضبط، وحطيت البتنجان وغطيت عليه بغطا كده يا بنات، وهديت النار بقى طالع معايا زي الزبدة كده وطري وجميل جدًا وما خدش مني وقت، وهو سخن بقى كده بنفس الدقة برضه اللي أنا كنت عاملاها للسمك، حطيته بقى وعملت السلطة، لأ مش أنا اللي عملت السلطة بصراحة ربنا يبارك فيه، جوزي هو اللي عمل السلطة كده يعني حاجة بسيطة برضه بالخضار اللي كان موجود عندي، وخلاص على كده دي صينية السمك أول ما جيت بقى سخّنتها بس وخلاص طلّعتها من غير بقى زيوت يا بنات من غير أي حاجة، بجد يا بنات أصح وجبة هي ديّة، أنا من عشاقها بصراحة، السمك بيبقى يعني ما خدش منِّك زيت تمام، وفي نفس الوقت زي ما قُلت لِك البطاطس اتطعّمت بقى بالسمك، وخلاص كنت عملت جنبهم شوية رز معمّر كده فاهمين، أنتم عارفين خلاص يعني أنا بنعشق برضه يا بنات من الرز المعمّر بجد، جنب خصوصًا السمك اللي بيبقى بالبطاطس، إنما السمك لمّا يبقى لوحده ويبقى عاوز رز صيادية وإحنا مش بنحب الرز الصيادية قد كده، الولاد بالذات بيحبوا الرز الأبيض، هُم بيبقوا مسميين دوكا الرز الأحمر وما بيحبوش يعني، أول ما نيجي نعمل وسام تقول لي: "لأ يا ماما مش عاوزة رز أحمر." وخلاص أهيّة طلّعت بقى البطاطس تمام، طبعًا أنا شايفين أنا لسه سايبة المَيّة بتاعتها فيها يا بنات عشان خاطر الولاد، بنحطها لهم كده إيه على الرز كل واحد طبقه كده بشوية شوربة من اللي هي نازلة بقى من السمك ديّة، هُم بيعشقوها يعني ما بيحبوش البطاطس السادة بتبقى ناشفة، وحطيت الطحينة برضه بتاعتي يا حبيباتي وطبق مخلل وعملت بقى العصير تمام، جوزي بقى هيصُب العصير دلوقتي، هو كان ورا الكاميرا يعني فاهمين قصدي، على ما نكون جهّزت الأكل إن شاء الله بإذن الله، والطحينة بتاعتي عملتها بقى وخفّفتها كده إن شاء الله بإذن الله، وده كان الفيديو بتاع النهارده، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا بيه، أتمنى ما اكونش أنا تقِّلت عليكم في الفيديو، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله تحطّوا لي لايك دلوقتي الكومنت الجميل اللي بيشجعني وبينشّطني وبيحفّزني إن أنا أقدّم لكم كل جديد عندي يا بنات، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله